بصوا يا بنات، انا كده قسمت الفراخ اهي معايا. بصوا دي كده وجبة كبد وقوانص، ودي اجنحة تعملها في صينية بطاطس، ودي دبابيس هعملها كنتاكي، ودي بقت دبوس هعملها برضو كنتاكي في صينية بطاطس مع خضار اي حاجة. ده البانيه عمل معايا 3 اطباق اهو زي ما انتوا شايفين، وكل طبق ما شاء الله. دي فرخة انا سبتها عشان اشويها، وده شاورما. ماشي. طبعا البانيه دون كتير معايا اهو، انا ممكن اقسمه اصلا اعمل منه ستريبس، اعمل منه وشاورما دي انا ممكن اعملها شاورما، هعملها كفته ان شاء الله معاكم باذن الله. ادي كده ال5 فرخات معايا اهو زي ما انتوا شايفين. عملوا معايا بصوا كام وجبه، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 وجبات. ولو الفرخه دي كنت قسمتها كانت هتعمل معايا بتاع 12 وجبه. تمام. انا حبيت بس اوريكم اهو كده. بصوا البانيه بتاعي اهو ما شاء الله اهو، الفرخه بتاعتي اهو، الشاورما اهو. جربوا بقى الطريقه دي وان شاء الله هتوفر معاكم جامد وهتكفي معاكم طول الشهر. هتجيبوا جنبها بقى نص كبده، نص سجق، نص مفروم، نص سليم، يعني اكلة سمك. فهتوفر معاكم كتير قوي جامد. ماشي. بس يا رب بقى الفيديو النهارده يكون عجبكم، وهبقى اعمل لكم برضو تاني فيديو بقى الميزانية بقى الحاجات بتاعتنا اللي احنا بنجيبها، الزيت السكر الكلام ده. بس كده. ويا رب يكون بقى الفيديو عجبكم. اللي عايز حاجة يبقى يبعت لي، واللي عايز يسأل في حاجة يبقى يبعت. آه وقاعدين اهو بنفيد بعض، انا بديكم معلومة انتوا تدوني معلومة برضو. انا بحب اقراكم وبحب رأيكم في كل حاجة كده اهو. تمام. بس لو لسه بقى يا رب الفيديو يكون عاجبكم. لسه مشتركتش بقى في القناة، ينزل يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد بإذن الله. وهسيبكم بقى في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان معاكم مطبخ أمي الحبيبة.